السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العبقري. النهاردة هنتكلم عن لاعب صنع لنفسه اسم كبير في أوروبا وبقى واحد من أهم المواهب المصرية في كرة القدم. لاعب بدأ مسيرته في وادي دجلة ولف ودار في ألمانيا كلها. لاعب انتقل انتقال تاريخي لمانشستر سيتي بمبلغ قيمته 75 مليون يورو، وبالمبلغ ده أصبح أغلى لاعب عربي في التاريخ. لاعب كل يوم بيثبت لنفسه والعالم إنه قادر على الوصول للعالمية. النهارده هنتكلم عن عمر مرموش. خلونا نحكي الحكايه ونشوف الموضوع. عمر مرموش اتولد في 7 فبراير سنة 1999 في مدينة القاهرة، وكان زي أي طفل مصري عادي بدأ رحلته مع الكورة في الشارع. لكن الفرق عمر مرموش كان عنده موهبة حقيقية زي واحد صاحبي اسمه أحمد ميسي. دلوقتي أنت هتقول لي مين أحمد ميسي ده يا محمد؟ أقول لك يا صديقي أحمد ميسي ده واحد صاحبي هبعرفك عليه بعدين. المهم عمر مرموش انضم لأكاديمية وادي دجلة وهو عنده 9 سنين، وبدأ يلفت الأنظار بأسلوب لعبه السريع وقدرته على الاختراق والتسديد. وفي 2016 وهو عنده 17 سنة اتصعد للفريق الأول لوادي دجلة في الدوري المصري، ولعب أول مباراة ضد الاتحاد السكندري، وبعدها بدأ يشارك بشكل منتظم. وهناك الجماهير بدأت تلاحظ موهبته إنه مش بس سريع ومهاري، لا هو عنده القدرة على الاختراق والتسديد، وده اللي خلاه ياخد أول خطوة جريئة وهي الاحتراف في أوروبا. في 2017 سافر عمر مرموش لألمانيا وانضم لنادي فولفسبورج الألماني، وهناك لقى المنافسة شديدة جدا وأي لاعب لازم يثبت نفسه. وعمر مرموش في البدايات بدأ مع الفريق الشباب وبعدها اتصعد للفريق الأول، لكنه ما خدش فرص كتير، وعشان كده خرج إعارة لنادي سانت باولي في الدرجة الثانية الألمانية، وبدأ يشارك بشكل منتظم وسجل 7 أهداف وصنع 4 في 21 مباراة. الأداء ده خلاه يرجع فولفسبورج تاني، لكنهم بعد كل ده قرروا يبعتوه إعارة تاني، وعشان كده دي كانت النقلة الحقيقية في مسيرة عمر مرموش. في سنة 2021 انضم عمر مرموش لنادي شتوتجارت على سبيل الإعارة، وهناك الجماهير بدأت تلاحظ موهبته إنه مش بس سريع ومهاري، هو كمان عنده القدرة على الاختراق والتسديد، وسجل هدفه الأول ضد نادي اينتراخت فرانكفورت، وبقى واحد من أفضل اللعيبة في البوندسليجا، وده اللي خلاه يحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البوندسليجا لشهر سبتمبر عام 2021، وده بحد ذاته انجاز كبير لمرموش. بعد نهايه اعاره مرموش من نادي شتوتجارت رجع تاني فولفسبورج، لكنهم بعد كل ده قرروا يبيعوه. زمان مرموش كان بيقول يا جدعان اعمل لكم واطلع لكم ادنى من بقي، بس الحمد لله مرموش لما انضم لنادي اينتراخت فرانكفورت في صيف 2023 دي كانت افضل خطوه بالنسبه له، لانه ابتدى يلعب بشكل منتظم وعدد مبارياته زاد، وسجل 27 هدف في 46 مباراه، وقدم اداء قوي لفت الانظار للانديه الكبرى زي نادي ليفربول ونادي مانشستر سيتي ونادي الارسنال. والله والظاهر ابتدى يلعب يا مرموش. وفي واحدة من أكبر مفاجآت الميركاتو أعلن نادي مانشستر سيتي في يناير 2025 عن التعاقد مع عمر مرموش مقابل مبلغ قيمته 75 مليون يورو. صفقة كبيرة جدا خصوصا وإن النادي مليان نجوم، بس جوارديولا والإدارة شايفوا إن مرموش ممكن يضيف حاجة للفريق، خصوصا وإن الفريق كان بيمر بشوية أزمات سلبية شوية يعني. ومرموش لعب أول مباراة ليه مع السيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي وكسبوا ساعتها 3-1، لكن الحظ ما حلفش مرموش في تسجيل هدف، بس ده ما يدلش على انه كان وحش في المباراه، بل بالعكس كان من افضل اللعيبه في المباراه. اما بالنسبه لمستواه مع المنتخب، مرموش بدا رحلته مع الشباب وبعدها اتصعد للفريق الاولمبي، لكنه دلوقتي بقى نجم في الفريق الاول. وفي 8 اكتوبر 2021 سجل اول هدف ليه مع المنتخب ضد ليبيا في تصفيات كاس العالم. اما للامانه الهدف اسطوري، انا شفته كذا مره وما زلت بشوفه لان الهدف بصراحه اسطوري. ماشي اكرم، ماشي اكرم، خش بيها لجوه داخل، يسيبها للسوليه، ارضيه حلو، يلا مرموش، يلا مرموش، ومرموش هوبا، الله 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 يا علباني. يرجع للمدير الفني للمنتخب ساعتها هو كارلوس كيروش، واللي لولا كان زمان مرموش بقى فنكوش زي ما قال البروفيسور رضا عبد العال عن اي حد، ومصر كلها تقعد تقول لك مرموش مرموش، انما بالامانه فنكوش. بس شوت ربنا يهديك يا بروفيسور. وكمان مرموش شارك مع المنتخب في كاس الافريقيه سنه 2021 اللي اتلعبت في الكاميرون، وكان ليه جزء كبير في صعود مصر للنهائي، اللي بالمناسبه خسرنا النهائي من السنغال. دلوقتي هتقول لي ليه يا عم بتقلب علينا المواجع؟ صديقي انا مش بقلب عليك المواجع، انا بفكرك بالحقيقه بس لو كنت نسيتها. بس الحمد لله مرموش ساهم مع المنتخب هو ومحمد صلاح وتريزيجيه في صعودنا لكاس العالم 2026 ان شاء الله اللي هتتلعب في امريكا، وده خلاه نجم بجوار نجوم تانية في المنتخب زي مو صلاح وتريزيجيه. طب والسؤال اللي هنا نساله، ليه عمر مرموش لاعب ناجح
ببساطة لأن عمر مرموش مش مجرد جناح سريع، لكنه لاعب شامل عنده قدرات هجومية، ومنها يقدر يراوغ المدافعين بسهولة، وعنده القدرة على التسديد القوي والتصويب المؤثر، وكمان عنده المرونة التكتيكية، فهو يقدر يلعب كجناح وصانع ألعاب ومهاجم صريح كمان، وعنده لياقة بدنية كويسة جدا، وعنده الروح القتالية والتعاون مع الفريق. صح، نسيت اقول لك، مرموش سجل 3 ركلات حرة في 3 مباريات متتالية. انت عارف مين اللي عمل كده؟ البرغوث الارجنتيني ليونيل ميسي في موسم 2019، وده بحد ذاته انجاز كبير لعمر مرموش. عمر مرموش قدر خلال السنوات القليله جدا انه يتحول من لاعب ناشئ في وادي دجله الى نجم ساطع في مانشستر سيتي، وبرغم كل الضغوطات الاعلاميه اللي كانت عليه ورفضه لتمثيل منتخب كندا. ما تستغربش يا صديقي، منتخب كندا عرض على عمر مرموش انه يلعب معاه، لكنه رفض ولعب لمنتخب مصر. فده بيدل على انه لازم يكون رمز للشاب الطموح، وده بيدل يا صديقي ان لو الحياه جت عليك سلمها بصدرك وشوطها برجليك زي ما عمر مرموش عمل. بس يا صديقي دي كانت نهايه حلقتنا عن عمر مرموش. مش هتتعب بقى لو عملت الاشتراك واللايك وتنزل تبص على المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت وتستنى ان شاء الله الحلقات الجايه. شفت الموضوع سهل ازاي؟ بس يا صديقي سلام.